ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش بقالي فترة بعيد عن اليوتيوب ومنزلش فيديوهات. بس يعني مركزة في الانستجرام اكتر. لو مش متابعيني هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس، اعملوا لي فولو هناك عشان بنزل حاجات حلوة ونبقى مع بعض كده اقرب. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة ساندوتش في الفطار طعمه يجنن. جبت بيضة كده وحطيت عليها خضار، فلفل وجزر، الخضار اللي انت عايزاه حطيه، وحطيت معلقة بيكنج باودر عشان تبقى سبانيش وتنفش كده. وفي طاسة صغيرة بمعلقة سمنة صغيرة قوي او معلقة زيت زيتون، ونزلتها في الطاسة وغطيتها كده عشان تتحمر من فوق زي من تحت بالظبط. طلعتها بقى بالشكل ده، وده العيش اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده. عايزه اقول لكم طعمه تحفة بجد، اللي ما جربهوش يجربوه. هعمل معاكم كمان وصفة عيش قريب بالدقيق الشعير، هتعجبكم قوي. الجبنة دي جبنة اللي هي رودز، حلوة قوي، لبن طبيعي، ما تجيبوش اللي هي العادية دي، اللبن طبيعي 100%، هتلاقوها لونها جولد كده. عملت ساندوتش بيض بقى بالخضار، ساندوتش جبنة حطيت عليها زعتر، وقطعت معاها بقى شوية فلفل الوان وخيارة كده. عايزه اقول لكم الزعتر مع الجبنة مع حبة البركة طعمه تحفة. والساندوتش عادي انا اكلت منه نصين، هو اساسا خفيف وهيشبعك جدا، فما تقلقيش سعراته قليله يعني، حتى لو عملتيه وكلتي منه رغيف كامل. وطبعا كوبايه الميه اللي معانا اساسي. وخدت كيكايه كده قلت اكلها مع الوجبه عشان تتحرق كده مع الوجبه على طول، تخش في السعرات بتاعتها. وبس كده حلوين. ده كان الفطار بتاعي النهارده، فطار صحي ولذيذ ومشبع جدا جدا وتغيير كده. العيش عايزه اقول لكم ان هو تحفه بجد، جربوه. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتروحي تتابعيني على الانستجرام.